إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يعني انا مثلا الاهلي بيتكلم عليا واقول انا زملكاوي. طب انت كنت قايل ايه قبل ما تروح الاهلي؟ زملكاوي. فضلت زملكاوي جوه الاهلي؟ يا جدع اقسم وانت بالله اول جوه حديث ليه؟ ليا بص هات ثانية اخبار واحدة. الرياضه اسمع اصل انا ما بغيرش زيكم. انا ما غير طب ما انت زملكاوي يا عم فاروق. انت هتغيرني؟ عاجب لك الحاجه اللي كانت ساكنه عندكم اللي قالت ان كنت زملكاوي كنت بتقعد في البلكونه وتطلع الفانيلا والكلام. عمري في حياتي ما عملت كده، انا طول عمري وانا 13 سنه اهلي. يا اسلام اهلي. طب نجيب اسلام. طب والله العظيم اي حد ممكن يقول لك حاجه زي كده، ده ولا اعرفه ولا ليه؟ شفته، عشان انا بقول لك حقيقه. ماشي لو قبل ما الاهلي يجي لك او الزمالك ولا جالي الزمالك يا كابتن، بس عشان بس جالي الزمالك بس يا بعد كابتن ما ابراهيم لعبت. يوسف. لا لا بعد ما لعبت. بص قلت لهم الاهلي يا كابتن حبيبي انا إبراهيم بكلمك إبراهيم يوسف، بص الاهلي. حبيبي بس ما تودينيش بس. لا مش بوديك انت دلوقتي وانت في الاهلي كانوا عارفين انت زملكاوي؟ اه طبعا يا كنت جدع بتشجع اول الزمالك؟ حديث ليا في اخبار الرياضه انا بقول لك اهو يطلعوه انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قلت لهم انا زملكاوي بس طبعا احنا في عالم الاحتراف. اي احتراف يا حد كابتن، انت كنت بتتكلم في التسعينات ما ما كانش في أيوة. احتراف في مصر اصلا. انا اول واحد عامل الاحتراف. يا جامد انت نايم ولا ايه؟ انا اللي عدلت الكوره في مصر. بعد الموضوع بتاعي ده جه بقى العقود بجد وجت بقى يعني التوثيق بتاع الاحتراف بجد والكلام ده لان احنا كان سمك لبن تمر هندي. انا خلصت الخمس سنين في نادي الزمالك ومن حقي اروح نادي تاني. عملوا عليا مزايده ليه؟ ما هنا بقى عشان ما فيش لوائح ولا قوانين ولا احتراف بجد فقاموا جايين عاملين المزايده دي اللي هي رفعت السعر من مش عارف من كام ل 625,000 جنيه. تمام. عشان برضه ربنا يديك حقك يخليك ساعتها. عايز اعرف مين الحاجه اللي انت بتقول عليها اللي بتقول عليها كده؟ مين دي؟ والله عمرها ما حصلت. اي كلام. هو انتوا لازم تعملوا الاسلوب ده. والله ابدا. لازم تدونا حته كده عشان تخلينا نضحك. ولا الحلقه اللي جايه هجيب رقم المدام. بقول لك ايه؟ تصدق بالله؟ لا تصدق بالله انا دخلت هنا ودخلت هنا. تصدق بس انا احمر اعمل ايه بس؟ يعني كل احترام نادي الزمالك. بس اصل انت بتقول اي كلام والست لا والله ما بقول اي كلام. والله الست دي بتقول اي كلام. طب نسال اسلام. انا مالي باسلام. نعمل له مداخله. اسلام ده بص عارف الاسلوب اللي هو ايه؟ انا اقول حاجه بقى واثبت بقى وقت ما تثبت عقبال ما تثبت يكون الموضوع انتشر. عارف انت الاسلوب. انا عارف انت عارف ده بتاع مين يعني. طب هطلع الفاصل ودخل اسلام. لا ودخل اسلام. نطلع الفاصل ومكملين معاك كابتن رضا ونكمل كلامنا على نادي الزمالك ورايك بقى هل الماتش ده هيكون نقطه انطلاق للمباراه القادمه بالذات مباراه المريخ؟ دلوقتي فاصل ليه؟ هطلع